اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده المحاضرة ال 13. خدنا شوط كبير جدا في كورس بايثون. اخر كام محاضرة ابتدينا شرحنا، دخلنا في اللوبس وخلصنا الفور ان رينج وخلصنا الفور ان سيكونس وبدأنا وخلصنا الوايل لوب وعملنا مشاريع كتير جدا. كان عندك هوم وورك كان سهل، تعال نعدي عليه ونشرحه ونشوف ايه الدنيا فيه. اولا عملت برنت لليوزر ان انا بقول له ويلكم. في البدايه عملت ليست فاضيه خليتها اسمها ايتمز، وعملت ليست اسمها البرايس خليتها برضو فاضيه عشان هبتدي ان انا بعدين اضيف فيها الايتمز والاسعار. طيب، وعملت الوايل لوب بتاعتي وخليت الشرط بتاعها ترو. بعد كده ابتديت ان انا عملت متغير اسمه ايتم، وان انا اخد من المستخدم الايتم اللي هو هيدخله او اللي هو هيشتريه، وبرضو اخدت منه البرايس وخليته فلوت عشان لو دخل ارقام عشريه. وابتديت ان هو كل ما يدخل حاجه بعمل items.append وبحط الايتم اللي هو دخله، وكذلك في البرايس append بعد كده بحط البرايس اللي هو دخله. بعد كده بساله سؤال واقول له ان انت عايز تضيف ايتم كمان، هيرد يا بيس يا بنو. بعد كده عملت اف لو المور ده او الإجابة بتاعته لا تساوي يس فاعمل بريك، وشرحنا البريك المحاضرة اللي فاتت ان هو يطلع من اللوب. بعد ما اللوب بتاعتي تخلص لحد هنا ببتدي ان انا اعمل له برنت، وان انا عملت متغير اسمه توتال دوت اللي انا محتاجه عشان اضيف فيه التوتال بتاع البرايس كله. فابتديت ان انا عايز اطبع له الشوبينج ليست بتاعته، وعملت عليها فور لوب وخليتها على عدد الايتمز اللي هو مدخلها. بعد كده عملت له هنا برنت، وعملت الاف سترينج بتاعتي، وعملت له هنا الداش على اساس يكون في شكل جمالي شويه. فابتديت ان انا قلت له خش لي على الايتمز اللي هي الليست الفاضيه اللي احنا ضفنا فيها، عملنا ابند للايتم اللي هو دخلها، وخش لي على الاي في الدوره دي. يعني هات لي اول ايتم، وبالتالي بعد كده جيب لي اول برايس عشان يكون في ما بين الاتنين دمج، يكونوا الاتنين الايتم مع البرايس بتاعه. وكل مرة اللوب دي بتشتغل بقول له عندك متغير اسمه توتال، كل مرة بلس ايكوال ضيف لي على قيمته البرايس ده، فبالتالي هيطلع لي المجموع هنا بتاع البرايس كله اللي انا هطبعه له في الاخر، وهيكون التوتال اماونت تو باي هيكون دوت. وما انساش ان انا احوله ل str او ان انا اعمل ال f string. ده كده الهوم ورك كان بشكل بسيط وسهل، وان شاء الله ما يكونش اخد معاك وقت ولا صعوبة. طيب، النهاردة احنا هنتكلم عن شوية methods في بايثون. هنتكلم عن السترينج ميثودز، اتكلمنا عنها قبل كده وخدنا منها كام حاجة شبه اللور والابر، وهنتكلم برضو على الانتجر ميثودز. وبعد كده في اخر المحاضرة هنعمل مشروع كبير شوية، لاننا هنبدأ بعد كده نخش في حاجة اسمها الفانكشن. لازم نكون مركزين فيها جدا لان احنا داخلين كده في عمق لغة بايثون، وهنتعلم ان احنا ازاي ننظم الكود بتاعنا عن طريق الوظائف او الفانكشنز. طيب، تعالوا نبدأ كده بأول حاجة ونقول بسم الله. تعالوا نراجع الأول على اللي احنا أخدناه قبل كده. أنا دلوقتي لو عندي متغير اسمه text ومثلا جواه كلمة hello، فأنا أقدر مثلا لما أجي أعمل هنا print وأجي أقول له أنا عايزك تطبع لي التكست ده، أقدر مثلا إن أنا أقول له دوت lower. جميل. لو خليت مثلا كل دوت كابيتال، لو جيت دلوقتي عملت run فبالتالي هيجيب لي كلمة hello كلها lower case. طيب، وكانت الحاجة التانية كانت upper، فأنا لو عندي نفس التكست ده وخليته إن هو كله يكون عبارة عن lower، وجيت هنا خليتها upper، فبالتالي لما جيت أعمل run فهيجيبها لي كلها upper. طيب، واستخدمنا كمان حاجة اللي هي الكابيتالايز، قلنا إن هي بتخلي لي أول حرف بس بيكون هو الكابيتال، أول حرف بيكون كابيتال والباقي كله سمول. طيب، عندنا حاجة اسمها تايتل. تايتل عبارة عن إن أنا لو عندي جملة، فبالتالي تايتل لما بتخش بتتلاعب في النصوص أو السترينج ده بتخلي أنا دلوقتي عندي جملة بتخش تايتل بتخلي لي كل حرف من أول كلمة عبارة عن كابيتال. يعني أنا دلوقتي لو عندي جملة بتقول I love بايثون، انا كاتبها كلها lower او كلها small. لو عملت دلوقتي دوت تايتل وجيت شغلت هيجيبها لي I love بايثون، اول حرف من كل كلمة جايبها لي upper. طيب، عندي ايه كمان؟ عندي حاجة اسمها strip. strip ديت بتقطع الفراغات او بتشيل الفراغات من الجملة او من السترينج بتاعي. يعني انا لو عامل هنا دلوقتي space وعامل هنا سبيس، ورحت جيت ان انا دلوقتي عملت دوت ستريب حطيت الاقواس بتاعتها وجيت شغلت، هيجي يطبعها لي من غير السبيس دي.
طيب تعالى نطبعهم مرتين، مرة بيها ومرة من غيرها عشان نشوف. دلوقتي انا جيت شلتها من هنا، وتعالى نعمل رن. مرة هيجيبها لي بالمسافات الاول والاخر، بس هي طبعا مش هتكون ظاهرة في الاخر، والمرة التانية طبعها لي عشان انا عامل ستريب. دي هتفيدك جدا لو ان انت عايز تتحقق من حاجة، والمستخدم ممكن يكون مدخل مسافات وانت المسافات دي مش محتاجها في اي حاجة. وممكن برضو تعملها لو انت عايز تستخدم لين على اساس ان هو يعد عدد الحروف بس. طيب عندي برضو حاجة اسمها رايت ستريب، جميل، وليفت ستريب. تعالوا نمسح دي. الرايت ستريب هتشيل المسافات اللي على اليمين، والليفت ستريب هتشيل المسافات اللي على الشمال. هنيجي نشغل هنلاقيه ان هو هنا ما شالش المسافات اللي على الشمال، لانه هيشيل المسافات اللي على اليمين، واللي هي طبعا مش هتكون ظاهرة. طيب تعالى كده نعملها left strip. هنحط ال بدل ال R ونشغل الكود بتاعنا، هنلاقيه ان هو بدأ يشيل اللي من على الشمال. طبعا دي اول واحدة اللي هي بيجيبها لي بالظبط. هنشغل على دي فما جابليش اي مسافات. طيب عندي حاجة تاني اللي هي replace. طيب replace دي بتعمل ايه؟ تعالوا نرجع دوت زي ما كان. قلنا عندي حاجة تاني اسمها replace بتاخد مني 2 argument بيكونوا عبارة عن ال old وال new. ان انا بدخل له حاجة قديمة، حاجة موجودة في السترنج بتاعي، وبقول له حط لي مكانها او استبدلها لي بحاجة تانية. يعني مثلا انا هشيل كلمة بايثون، طبعا هحطها في السنجل او الدبل كوتيشن، وهاجي هنا اعمل كوما، فيبتدي ان هو عايز النيو. ممكن مثلا اقول له السي بلس بلس، فابتدي ان انا اشغل الكود بتاعي، فبدل بايثون هيجيب لي السي بلس بلس. انا هنا كاتب له بايثون من غير الان، عشان هو كده كان كاتب لي ان موجوده. هنا يكتبها لي I love C++. دي كده الريبليس. عندنا حاجة تاني اسمها is alpha. alpha او الالفابت اللي هي الحروف بتاعة اللغة. طيب is alpha دي بتعمل ايه؟ بترجع لي يا true او false. ان انا مثلا لو عايز اعمل تحقق ان هل دي كلمات او هل دي حروف بس، فبالتالي ان انا بعمل is alpha بستخدمها ان انا لو عايز اتحقق اذا كان النص ده بيحتوي بس على حروف، انا اللي محتاجه حروف. فبالتالي ان انا لو جيت شغلتها هنا وكتبت مثلا is alpha، فيبتدي ان هو هنا هيجيب لي يا true يا false. هنا شغلت، اللي هتلاحظه المفروض ان هو يجيب لي هنا true لان ده string، بس انا لو جيت شغلت فهيجيبها لي false. طب ليه false؟ لان انا بتحقق هل دي حروف فقط، بس انا عامل هنا space، فبالتالي انا لو شلت السبيس دي هو بيتحقق ان دي حروف بس. فانا هنا لو جيت عملت فهيجيبها لي ان هي true، يعني هي يعتبر كلمة واحدة. هو بيعمل تشيك هل مفيش اي حاجة تاني غير النصوص. عندي حاجة كمان اللي هي بتكون is digital. هنا بيعمل تشيك، بيشوف هل دي ارقام ولا لا، وساعتها بتكون مش ارقام، بيكون النص بيحتوي على ارقام ولا لا. يعني انا مثلا هنا ادخل له اي ارقام وهقول له هنا is digital، وهبتدي ان انا اشغل الكود بتاعي فهيقول لي ان هي true لان هو بيحتوي على ارقام. طيب لو جيت عملت دلوقتي وخليتها is alpha، هل هيجيب لي true ولا false؟ هيجيب لي false لانه عارف ان دي ارقام مش نص. طبعا split اخدناها قبل كده، لو عملت له التكست ده دوت split، فبالتالي ان هو هيبدأ ان هو يفصلهم عن بعض عن طريق الليست، واقدر ان انا اتحكم في دوت لو انا قلت له ان هو يكون ما بينهم فاصل معين او سبيس او ايا يكن. يعني انا لو حطيت سبيس ما بينهم، طبعا كل دوت كان مشروح، هيبتدي ان هو يحط لي كل واحده فيهم يحطهم في ليست ويخلي كل ايتم لوحده. طبعا قلنا ان احنا نقدر نتحكم في ده من هنا. الديفولت بتاعها بيكون عباره عن سبيس، وانا اقدر اتحكم في السيمبل اللي انا هحطه هنا. نخش على الارقام. والارقام الميثودز بتاعتها قليله شويه، بس في مكتبات كتير بتتحكم في الارقام او المعادلات، وكل الكلام ده شبه الماث. طيب عندنا مثلا الانتجر ميثودز. لو انا دلوقتي عندي متغير اسمه num جواه -5، عندي حاجة اسمها abs ديت بتديني القيمة المطلقة للعدد. يعني انا لو جيت عملت دلوقتي هنا print، هقول له ان انت عندك فانكشن اسمها EBS ديت بتخليني ان انا ادخل الرقم او المتغير اللي هو الرقم، وبالتالي بيديني القيمة المطلقة بتاعته. يعني انا دلوقتي لو جيت عملت run، فبالتالي هيجيبها لي الخمسة موجب. طب لو عطيته رقم هو اصلا موجب، فبالتالي هيرجعه لي زي ما هو، مش هيعمل فيه اي حاجة. هو بيديني القيمة المطلقة منه، يعني السالب بيحوله موجب. طيب عندي حاجة تاني اللي اسمها الباور.
الباور دي اللي هي الأس، إن أنت مثلا لو عايز حاجة أس حاجة، بقدر أعمل دوت بحاجة اللي اسمها الباور. هاجي أعمل له هنا print، وهاجي أقول له إن أنت عندك الباور ده، وبفتح الأقواس وبياخد مني حاجتين. الحاجة الأولى الرقم اللي هو الأساس، اللي هو مثلا النم دلوقتي، جميل، وأس كام، يعني مثلا هنقول 6 أس 2، جميل، فهي بالنسبة لي مكتوبة 6 أس 2. طيب لو جيت شغلت فهيعمل لي ال6 أس 2 طلع لي 36. لو جيت مثلا عملت النم ده خليته إن هو يكون 2، وعملت 2 أس 3، فبالتالي هيعمل لي 2 أس 3 ب8. ده كده الباور، او ان انا اعمل حاجة اس حاجة. واخدنا قبل كده راوند، احنا قلنا ان هي بتقرب العدد العشري لاقرب رقم صحيح. يعني انا لو عندي دلوقتي عدد اللي هو مثلا 3.1459، الرقم دوت اكيد حد فاكره قبل كده او شافه في حتة لو فاكرين في الرياضة، وجيت دلوقتي انا عملت له برنت، قلت له عندك حاجه اسمها راوند الايه للنم ده، فبالتالي ان هو يعمل لي تقريب ليها فهيطلعها لي 3. طيب هل انا اقدر اتحكم في الرقم ذات نفسه اللي هيطلع لي بعد الرقم العشري؟ ايوه، بعد النم هنا بعمل الكوما واقول له انا عايز كام رقم يطلع لي بالظبط، يعني بعد الفاصله انا عايز كام رقم يطلع لي. لو قلت له رقم واحد فبالتالي اول ما اشغل هيطلع لي 3.1. طب لو انا عايز رقمين وكتبت له هنا 2 فبالتالي هيطلع لي 3.15. تعالوا نرجع، لأن الخمسة هنا لو فاكرين الكبير بيزود على اللي بعديه واحد، فالخمسة أكبر من 4 فهيخليها 15. طيب لو جيت هنا خليته مثلا 2، فبالتالي هيطلع لي الراوند للنمبر ده 3.14. اساسيات الرياضه الصغيره الخفيفه دي. الميثودز كتيره جدا، وكل مكتبه وليها الميثودز بتاعتها، شبه مثلا ما استخدمنا الراندوم، وفي ميثودز كتيره، وانا عايزك ان انت تبتدي تبحث عنهم وتدور عنهم وتتعلم من تشات جي بي تي او اي توتوريال من جوجل، وتجربهم وتشوف اللي هينفعك منهم، وان انت تبتدي تستخدمهم وتتعود عليهم. والمهم ان انت تكون عارف ان لغه بايثون فيها الميثود دي، فيها الاداه دي ان هي تقدر تساعدك. لان انت لو عارف ان اللغة شبه بايثون فيها مثلا ان حاجة بتخلي لي الموضوع ان هو upper او lower، انت عارف المعلومة، لما تحتاجه هتبتدي ان انت تدور عليه. انما انت لو مش عارف اصلا فممكن ما تفكرش ان انت تدور على الحاجة دي. فانا عايزك ان انت تدور وتبحث وتشوف بايثون فيها ايه وتقدر تعمل ايه والميثودز اللي فيها. طيب جه وقت ان احنا نعمل المشروع اللي انا قلت لكم عليه في اول المحاضرة، واللي هيكون Students Manager Project. هو مشروع معمول عشان ينظم ايه الطلاب في مدرسة مثلا او ايا يكن. الكود بتاعي لما بيجي يبدأ يشتغل بيقول لي Enter Student Data، فابدأ ان انا دلوقتي اقول له النيم بتاعه، وهقول له مثلا هنا يوسف. هيقول لي دخل الايدج، اقول له 21. هيجي يقول لي دخل المواد بتاعته كوما separated، يعني دخل لي المواد بتاعته وافصلهم لي بكوما. فاقول له مثلا هنا الماث، جميل، وهاجي اقول له مثلا عندي Arabic، وممكن مثلا ادخل له ماده اخيره واقول له مثلا هنا history. فابتدي ان انا ادخلهم، هيجي يقول لي هنا دخل الدرجات بتاعه كل ماده، فهاجي اقول له مثلا هنا الرياضه 99 وبرده separated بالكوما، واجي مثلا اقول له هنا 88 ايا يكن، واقول له هنا 64. وهبتدي ان انا ادخل، يقول لي هتضيف ستودنت كمان ولا لا، فاقول له يس يا نو. فابتدي ان انا اقول له هنا يس. هيقول لي النيم، هقول له مثلا هنا احمد. دخل السن بتاعه، هقول له مثلا هنا 33 دوت مش في مدرسة. هقول له مثلا 23، ولا 23 في مدرسة برضه، ولا 21 في مدرسة، مش مهم. هيجي يدخل المواد بتاعته، فهبتدي ان انا هقول له هنا نفس المواد. ممكن اشيل مثلا الهيستوري. هيقول لي دخل الدرجات، فاجي اقول له هنا مثلا 25، وهقول له ال55. هيقول لي عايز تدخل حاجة كمان، فهبتدي ان انا اقول له نو. فهيجي هنا يطبع لي يقول لي الستودنت ريبورتس، التقرير بتاع الطالب. انت عندك اسم اول اسم يوسف، والايدج 21، والمواد بتاعته والدرجات، الماث جايب كذا، والارابيك جايب كذا، والهيستوري التاريخ جايب كذا، والافريج بتاع الدرجات او جايب كام في المية 83. وبرضو احمد جاي عنده كام سنة وعنده مواد ايه، والافريج بتاع الدرجات بتاعته كام. لو عايز تجرب في المشروع ده لوحدك، انا قلت لك المشروع شغال ازاي، وابتدي اشتغل عليه. انا هكون كاتب الكود وهبتدي اشرحه معاك واحدة واحدة عشان وقتك. تعالوا نمسح الكونسول ونطلع. اول
اول حاجه انا عملتها ان انا عملت له 4 قوائم فاضيه. اول واحده عشان اضيف فيها الاسامي، تاني واحده اضيف فيها الاعمار، تالت واحده عشان اضيف فيها المواد، رابع واحده عشان اضيف فيها الدرجات. وابتديت اقول له الوايل لوب بتاعتي وايل ترو. بعد كده طبعت له ان دي اكتب الستودنت داتا. بعد كده خدت منه الاسم وخدت منه الايج، وبعد كده عملت دوت ستريب عشان لو في اي مسافات فيبتدي يشيلها. واما تيجي تطبع لي الاسم او لما تيجي تاخد الاسم انا عايزه يكون كابيتالايز. طيب بعد كده اخدت منه السبجكت والدرجات. بعد كده جيت تحتيها خليت كل واحده فيهم دوت سبليت على اساس ان هو يضيفهم لي في ليست. بعد كده عملت ليست للدرجات. انت لو واخد بالك ان انا هنا عاملهم str، انا كاتب هنا الدرجات str عشان لما يجوا من السبليت او يجوا من الانبوت هيكونوا عباره عن str. فانا اللي عملته هنا ان انا عملت فور لوب بتحول لي الدرجات دي لارقام. طيب فانا هنا خليت الليست بتاعتها فاضيه وقلت له عايزك تعدي على الجريدز str اللي هو المتغير ده، وبالتالي كل واحده هتعدي عليها حطها في الليست اللي اسمها grades.append وخليهم لي انت وحط لي كل قيمه تلف عليها. بعد كده ابتديت ان انا اضيف بقى كل الداتا والبيانات بتاعتي في كل ليست فاضيه من اللي هم كانوا فوق. اول حاجه قلت له ان انت هتبتدي ان انت كل دوت في الوايل لوب، احنا جوه الوايل لوب. قلت له ان انت هتضيف لي الاسامي، الليست بتاعت النيمز هتحط فيها النيم اللي هو المتغير ده، وهتبتدي ان انت الليست بتاعت السن هتحط لي فيها المتغير اللي اسمه ايج، وبالتالي برضو في المواد وفي الدرجات. بعد كده عملت متغير تاني اسمه مور ان هو هيضيف ستودنت كمان ولا لا، وخليتها دوت لور، وبرضو سألته لو مور دي لا تساوي الواي، لو دخل اي حاجه غير ان هو موافق فاعمل لي بريك واطلع من الوايل لوب. طيب ركز معايا بقى في الحته اللي جايه دي عشان اول مره نشرحها، ودي نستد لوب، فور لوب جوه فور لوب. طيب انا دلوقتي عشان اطبع شبه ما انت كنت شايف، تعالوا سريعا كده هعمل الحاجات دي تاني من الاول. فيبتدي هنا عشان يجي يطبع لي المادة بالدرجات بتاعتها ويكون في التناسق ده، فبالتالي ان انا محتاج اعملهم فور لوب جوه فور لوب. اول حاجة انا طبعت البرنت دي، بعد كده عملت فور اي ان رينج لعدد الاسامي، ان هو يبتدي يعمل فور لوب لعدد الاسامي بتاعت الليست اللي هي الموجودة بتاعت النيمز. بعد كده بدأت اطبعهم له، قلت له النيم ده خش لي على اول اسم عندك اللي انا مدخله واعمله في الاي، لان الاي دوت زي ما شرحنا هيكون اول مره اللوب تلف، بعد كده تاني مره، فبالتالي كل مره هيطبع لي كل حاجه في الليست. والايج هيجيب لي برضو بنفس الاي، يعني نفس الرقم. يعني لو الدوره الاولى هيكون هنا بصفر فبالتالي ده برضو هيكون بصفر، فهيطبع لي نفس الحاجة تبع بعض. بعد كده رحت طابع له هنا ان دي المواد ومعاهم الدرجات. انا دلوقتي جوه الفور لوب هنا عملت فور لوب كمان، عملت هنا التوتال الاول ده اللي هيجيب لي الافريج، سيبك منه دلوقتي. عملت هنا فور لوب المتغير بتاعها الجي ان رينج، وتعملهم لي على عدد الستودنت بتاعت المواد، وبعد كده قلت له الاندكس اي. تعالى اشرح لك الحته دي بعيد عن الكود دلوقتي. انا عايزك تتخيل معايا الحته اللي فوق دي كانت عباره عن ايه، ان انا بدخل البيانات بتاعت كل واحد فيهم. هي عباره عن ان انا دلوقتي لو قلت الدرجات الجريدز دي، جميل، هي عباره عن ليست. طيب الليست دي جواها ايه؟ الليست اللي هي الفاضيه اللي انا كنت عاملها دي جواها ايه؟ جواها بيدخل لي الدرجات او المواد بتاعته دوت سبليت. يعني ايه دوت سبليت؟ يعني هيدخل لي ليست جوه ليست. طيب انا دلوقتي عندي الليست اللي هي بتاعت الدرجات جواها ليست كمان فيها المواد بتاعت الطالب دوت، زي مثلا دلوقتي هنقول ماث، جميل، وعنده مثلا الارابيك، حلو، ده كده سوري خلينا نقول هنا السبجكت، جميل، وعندي الليست التانية اللي هي بتاعت الجريدز هي عبارة عن ليست، وانا قايل له ان هو يعمل دوت سبليت. ده معناه ان هو هيضيف جوه الليست دي ليست كمان. انا عايزك تركز في الحته دي، ان انا دلوقتي عامل ليست فاضيه. بعد كده لما جيت اخدت منه المواد والدرجات قلت له اعملهم لي دوت سبليت، واحنا عارفين ان سبليت بتضيف لي الحاجه دي او الايتمز دي جوه ليست، فبالتالي ان انا الليست الفاضيه دي بقت جواها ليست كمان، وكل مره طالب هضيفه واحط مواد واحط درجات فهنضيف ليست جوه ليست. اتمنى تكون واضحه معاك. طيب دلوقتي انا عندي هنا الشكل اللي بيكون ورا الكواليس بيكون ده. المواد هي اصلا انا عامل لها ليست فاضيه،
ولما اجي ادخل طالب جديد مثلا باسم احمد وحطيت الايدج اللي هو 21، فده اللي بيكون الشكل اللي ورا الكواليس، الليست بتاعت احمد دي جوه ليست، ده لو هو الشخص الاول. طيب والدرجات بتاعتها بعد كده لما اجي اخدها بتكون مثلا ايا يكن الرقم 25 وهنقول هنا 88، فده اللي بيكون الشكل اللي ورا الكواليس. طيب انا دلوقتي عشان اعمل عليهم فور لوب وعايز ان انا استخرجهم من بعض واطبعهم، فبالتالي ان انا بقول له ايه، خش لي على الليست. انا قايل له ايه، خش لي على الليست اللي هي بتاعه الستودنتس، اللي هي بتاعه الاوبجكتس بتاعه المواد. انا بقول له خش لي دلوقتي على الليست، فالليست كامله اهي انا دخلت عليها. انا بقول له دلوقتي الاي اللي هي هتكون نفس الرقم، لو قلنا مثلا ان هو الرقم دوت في اول دوره اللي هي صفر، فبالتالي انا دخلت على الليست دي. طيب انا عايز اطبع اول ايتم، يبقى انا هعمل له ايه، هقول له الاندكس الصفر. بعد كده انا عايز انهي ايتم جوه الليست اللي هي اصلا جوه ليست، انا عايز الحته دي تكون واصله معاك ان احنا عندنا ليست فاضيه حطينا جواها ليست كمان اللي فيها الماث والارابيك. طيب حلو، انا دلوقتي عايز اطبع، لو عايز اطبع الليست دي لوحدها اللي هي الماث والارابيك، فانا هعمل له ان subjects دي الاندكس بتاعها صفر، فيبتدي ان هو هيطبع لي ايه، الماث والعربي سوا. طب انا عايز الماث يطبع لوحده والعربي يطبع لوحده، فبالتالي هقول له خش لي على الاندكس صفر، بعد كده خش لي على الاندكس صفر كمان، او الاندكس واحد لو انا عايز العربي. طيب تعالوا اعملها لكم عملي او يدوي دلوقتي. ان انا دلوقتي عاوز اقول له هنا اعمل لي print، وايه هاجي اقول له عندك متغير اسمه هنا subjects. جميل، انا عايزك تطبع لي منه ايه، هتخش عليه. لو انا عملت له هنا صفر، فبالتالي اللي هيطبعه لي هنا هيكون عبارة عن الليست دي، ده كده اللي هيجي لي في التيرمينال. طب لو انا عملت له دلوقتي print وقلت له السبجكت دي خش لي عندك هنا الصفر، جميل ان هو كده داخل ايه على الليست دي، انا كده في الكود ده انا واقف ان هو عند الليست دي. طيب انا بقى عايز اجيب ماث، فابتدي ان انا اقول له خش لي على الليست، خش لي على الصفر، فبالتالي لما يجي يطبع هنا فهيجيب لي ماث. طب لو خليت دي واحد فهيخليها لي ان هي Arabic. اتمنى تكون دي وصلت معاك، ولو ما وصلتش تواصل معايا وانا هشرحها لك واحده واحده. طيب انا بشرح كل دوت عشان الحته دي. انا هنا بقول له عايزك تخش لي على الليست اللي هي اول ليست خالص، خش لي بقى على الايتم ذات نفسه اللي احنا محتاجينه اللي احنا واقفين عليه دلوقتي. يعني انت في الوقت اللي انت هتطبع لي فيه الماث مثلا، عايزك في نفس الوقت هتيجي تطبع لي هنا الدرجة بتاعته اللي هو مثلا 25، ففي نفس الوقت اللي انت هتخش على الليست الاولانية تجيب منها الماث، خش لي على الدرجات وهات منها نفس الرقم من نفس المكان اللي انا مدخله، فبالتالي هيعمل ماتش ما بين الاتنين ويدخل لي يجيب لي الماث جايب 25، العربي جايب 88، الهيستوري التاريخ جايب كذا. دي النستد لوب. طيب كويس جدا، انا دلوقتي عشان اجي اطبعهم هاجي اطبعهم عادي لان انا عاملهم في متغيرين، فهاجي اعمل له البرنت وحطيت له الداش واقول له السبجكت كذا والدرجات بتاعته كذا، وكل مره على التوتال اللي انا عامل له هنا بصفر ضيف لي الدرجات. بعد كده هاجي اجيب الافريج بتاعته، هبتدي ان انا اجمعهم وهاجي اعملهم هنا راوند ان انا اجيب له اول رقمين بس من بعد الاشاره بتاعته. اتمنى يكون المشروع ما كانش صعب، بالذات النستد لوب انت دي اول مره تاخدها واول مره نشرحها هنا. لو وقفت معاك اي حاجه عايزك تكتب لي في الكومنتس تحت، وهبتدي ان انا اعمل عليها فيديو ممكن يكون صغير للنستد لوب بس هنجيبها من البدايه خالص. لو حسيتوا ان مفيش اي مشاكل فهنكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي على الفانكشنز. انا كده اكون خلصت محاضرتي. الهوم ورك بتاعك ان انت عايزك تعمل المشروع دوت من الاول تاني لوحدك وتحاول وتجرب وتغلط، ولو عايز تضيف فيه فيتشرز كمان ابتدي اعمل دوت وما تخافش. دمتم على خير واشوفكم المحاضرة اللي جاية ان شاء الله، والسلام عليكم.